الاكل والشرب، فهو كان يدوب بيشتغل طول اليوم علشان يدوب ياكله. تمام. انا هنا ما ببررش اللي بيحصل، انا متخصصه في علم النفس ودوري اني ادور على الاسباب اللي ادت لانتشار الجريمه علشان نقدر نفهمها ونعدل السلوكيات. تاني، انا ما ببررش، انا بفسر، في فرق عشان ما نختلفش مع بعض. تمام. فالزوج كان طول اليوم بيشتغل بره علشان يقدر يأمن الاحتياجات الخاصة اللي هو الأكل والشرب، دي أول سلمة. فكان صعب الناس تطلع للسلالم اللي بعدين. تمام. فما كانوش يعرفوا يعني احتياجات الإنسان، وما يعرفوش إن أصلا في احتياجات غير الأكل والشرب، وهم يا دوبك عايشين يومهم علشان هو طول اليوم يطلع عينه يجيب فلوس ياكلوا ويشربوا، وبعد ما بيرجع يدي الفلوس لمراته وهي تتسوق وتجيب الفلوس الاكل وتطبخ وهكذا. تمام. شويه شويه الفلاحين بقوا بيتملكوا اراضي، القوانين اتغيرت، فطبعا طالما انت معاك حاجه ملك فالفلوس بدات تكتر. شويه شويه كمان على ايامنا وعلى جيلنا الشغل بقى منتشر اكتر، بقى في سفر بره، بقى في صناعه، بقى في سوشيال ميديا بتجيب فلوس، بقت الفلوس بتيجي بسهوله. فبالتالي اول سلمه من احتياجات الانسان اللي هي الاكل والشرب والاحتياجات الفسيولوجيه بقت بتتوفر بسهوله، فالانسان بيبتدي يدور على الاحتياجات اللي بعدها اللي هي فوقيها. طبعا علشان مفيش وعي وعلشان مش كل الناس درست الكلام ده، فما بقتش فاهمه ليه الست بقت بتعترض طالما انا باكلها وبشربها، هي محتاجه ايه وناقصها ايه. يعني الستات بتوع زمان اللي اتربوا عن ان هم يا دوبك بيعملوا الاكل والشرب وكتر خير الراجل ان هو بيشتغل، بقوا مستغربين من الجيل ده هي عايزه ايه اكتر من انها بتاكل وتشرب. الجيل ده مختلف عنهم في ايه؟ ان الجيل ده متوفر عنده حاجات كتير، زي ان الفلوس بقت بتيجي بكثره وبسهوله، فبالتالي الانسان الطبيعي سواء راجل او ست، بالمناسبه علشان هم معتقدين ان الراجل بس هو اللي ليه احتياجات، ربنا عز وجل قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني الراجل والست ليهم عند بعض زي بعض. طب ليهم ايه؟ جه العلم فسر لنا الكلام ده، ليهم الاحتياجات اللي موجوده في الهرم ده. فدلوقتي المفروض الراجل المتعلم الفاهم اللي والدته كانت ست محترمة وكويسة وربته كويس، بيبقى فاهم ان هو لما بيعلى في مستواه بيشد مراته معاه وبيعللها المستوى، يبتدي بقى يعمل لها حاجات ترفيهية، يبتدي يدلعها اكتر، يبتدي يعمل الحاجات دي. طيب الراجل اللي ما ترباش صح او اللي اتربى على عادات وتقاليد، لان العادات والتقاليد دايما ضد الدين وضد العلم، العادات والتقاليد بتتورث عن طريق الاجيال. يعني الجيل اللي فات شاف ان هو دوره يجيب فلوس بس والست دورها هتقف في المطبخ بس، فهو جايب الافكار دي من الست الوالده